ليه بطلت استخدم شات جي بي تي من ساعه ما جبت الماك بوك. فاهمه ان الموضوع غريب بس كمل معايا هتستغرب اكتر. فمثلا لو عندي 10 تابس مفتوحين فوق وكل شويه اخد حاجه كوبي واروح اديها لشات جي بي تي بوست كوبي بوست فرهضه. استاذ سحابه بقى معايا في التاب وشايف كل حاجه موجوده فيه، وممكن بقى اطلب منه اي طلب يلخص يترجم يشوف الميل ده يقول لي محتواه ويرد عليه. ولو مش عايز تكتب له ممكن تقول له لخص لي فيديو اليوتيوب ده، هيسمعك هيدور على الفيديو هيبدا يلخصه ويجيب لك كل الكلام ده في الاخر. الموضوع مش بيقف عند التابس، هو حرفيا شايف اي محتوى مكتوب عندك على الشاشه زي نوشن مثلا، التو دو ليست بتاعتي، واي فايل دوكيومنت او بي دي اف. وكمان اقدر اطلب منه يعمل لي اي تاسك زي انه يجمع لي كل اخبار الاي اي في اخر 24 ساعه مثلا ويعمل لي الكلام ده كله في دوكيومنت فايل، او يحط لي في الكالندر بكره ميعاد الميتنج بتاعي مع اسراء الساعه 4 العصر. فالصراحه ده من اجمد التبس والتريكس اللي انا اكتشفتها. وعندي ليك خبرين، الاول حلو لان استاذ سحابه اللي هو ابلكيشن انفوكو مجاني، ولكن للاسف تاني خبر ان هو متاح بس لاجهزه الماك. فلو حابب تجربه اكيد هسيب لك اللينك بتاعه عندي في البايو، او ممكن تكتب كلمه سحابه في الكومنتس وهبعته لك في مسج. وبس كده.